اتمنى بس اتحاد الكرة يكون مبسوط. اظن انتوا مبسوطين دلوقتي صح؟ ما هو ازاي الاهلي يخرج من الكاس والزمالك يكمل؟ لا ازاي، لازم احنا كمان نحط ماتش كده في النص وضغط الماتشات علشان نخرج الزمالك، عشان ما يبقاش الاهلي لوحده اللي خرج من الكاس. الزمالك خرج من الكاس في داهيه ولا يفرق معانا. مش انتوا اللي كنتوا عايزينه حصل؟ مش انتوا كنتوا عايزين الزمالك يخرج عشان الننوس خرج في مفاجاه على ايد المصريه للاتصالات؟ فلازم ايه ده، الزمالك عنده ضغط ماتشات، يلا بقى ايه، نحط الماتش في عز الماتشات المهمه بتاعت الزمالك عشان لما البطوله تتحط وسط ماتشات تانية مهمه يبان ان البطوله ملهاش لازمه. يا عم لا خلاص اخرج من الكاس بس نكمل في الكونفدراليه ونكمل في المنافسه على الدوري. الزمالك النهارده ما عملش ماتش قوي، لكن طبيعي جدا مع ضغط الماتشات دي المستوى يقل. لعيبه بتسافر تلعب بره وترجع تاني هنا وتروح برج العرب وترجع السويس وعلى اسماعيليه، واخدينها لف كل ده في وقت قليل. الزمالك اخر 3 ماتشات لعب في 3 بطولات مختلفه، فطبيعي جدا ان يكون النتيجه كده. خرج الزمالك من كاس مصر. اتمنى بقى اتحاد الكره يكون بردت عنده شويه، اتمنى تكون الدنيا بالنسبه لكم كده كويسه يعني. اتمنى تكونوا انتوا دلوقتي يعني حاسين ان هي هديت وبردت. 60 خراره كاس مصر مش عايزينه. اتمنى لعيبه الزمالك تركز على بطوله الكونفدراليه، لان دي البطوله الوحيده اللي مفيش مسؤول في مصر هيقدر يتدخل فيها ويغير فيها النتائج ويضغط فيها الزمالك. عندنا بطولتين مهمين نركز فيهم، سواء كانت الكونفدراليه او الدوري. وانا بقول للعيبه الزمالك اعملوا اللي عليكم في الدوري، وكده كده مش هيخلونا ننافس. خليكم انتوا رجاله وكملوا المنافسه للاخر، وتركيزكم كله زي ما قلت لكم يكون على الكونفدراليه، ان دي البطوله الوحيده اللي مفيش اتحاد كره او مفيش مسؤولين على الرياضه في مصر هيقدروا ينتقموا من الزمالك فيها. دي الحاجه الوحيده اللي مش هيقدروا يقربوا لنا فيها. كل لعيبه الزمالك ولا يهمكم، كملوا يا رجاله زي ما انتوا. انا عارف ان ضغط الماتشات اثر عليكم في ماتش النهارده، ولكنكم رجاله وقدها، وان شاء الله في نهايه الموسم نتقابل ونتحاسب، وانا واثق فيكم انكم باذن الله هتقدروا تعملوا حاجه كويسه في الموسم دوت.